بصوا بقى هنا يا جماعه، شايفين ماما عملت انجاز. جوهرات يا جماعه، شايفين ما شاء الله، ده مجوهرات كده، بديل المجوهرات يعني ما شاء الله. البيتي فور الملكي ده تحفه، شايفين ما شاء الله عامل ازاي. والله بجد يا جماعه يعني حلو حلو. شايفين وقفتش تحفه، ويعني بيدوب. بصوا طب ناعم جدا جدا اهي، اهي من غير ما اكسرها بايديا، اهي بتدوب لوحديها. انا اجرب انا هي بتدوب ولا لا. بعد ما خلاص قلت انت المقدمه المفروض كنت قلتها. معلش من اصلا مش هتقول لهم رمضان سعيد، قصدي رمضان سعيد. رمضان سعيد، لا مش المفروض تقول رمضان سعيد يا جماعه. يا ماما. لا مش المفروض كنت تقولي رمضان كريم، المفروض كنت تقولي عيد سعيد عشان احنا خلاص داخلين عليه. طب ما انا بقول كل سنه طيبين، ما هو عشان العيد. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى البيتي فور الناعم الدايب التحفه ده. المقادير بتاعته سهله جدا وبسيطه. انا معايا هنا 750 جرام زبده. استخدمي اي زبده انت عايزاها، فيرن، كريستال، جنه، اي زبده انت عايزاها استخدميها، بس اهم حاجه تكون زبده مش سمنه عشان ما يسيحش منك. تمام. معايا هنا بقى بيضتين وصفار بيضه، بيضتين وصفار بيضه، ومعايا معلقتين 2 كاكاو. تمام. ومعايا 250 جرام سكر بودر وفانيليا، 250 جرام يعني ربع كيلو سكر بودر، وطبعا كيلو دقيق. هي دي المقادير كلها. تمام. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنضرب الزبده مع السكر البودره. واللي اول مره يشوف قناتي يشترك فيها واضغطوا لايك يا جماعه، عايزه لايكات، وعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بسم الله. هنضرب بقى هنا المكونات كلها. بس انا طبعا كتمت الصوت عشان صوت المضرب. هتتضرب لحد ما تبقى زي الكريمه بالظبط، ناعم زي الكريمه بالظبط، بنفس الشكل ده. هنا بقى انا ضربته كده، شايفين بقى عامل زي الكريمه بالظبط، زي الكريم. شايفين عاملين ازاي؟ كانها كريمه. فانا هنا بقى بعد ما وصلت للمرحله دي هنزل بالبيض، بيضه بيضه، البيضه تخلص وتتشربها كويس جدا، اروح نازله بالبيضه التانية عشان يبقى معاكي هايش وجميل جدا يعني ودايب كده. كده اول بيضه اهيت. استنى لحد ما تتشرب تماما، حتى وانت بتضربي هتحسي ان هو فعلا بقى بيهيش كده وخفيف جدا في الضرب. بنفس الطريقه دي كده خلاص اتشربت. هنزل بالبيضه التانية بنفس الشكل ده لحد ما اخلص ال3 بيضات، ومع اخر بيضه هنزل بالفانيليا. قبل ما اضرب البيضه الثالثه هنزل بالفانيليا بنفس الشكل ده لحد ما الخليط تحسي ان هو فعلا هاش جدا جدا وبيض، وشايفين لونه فتح خالص. هعمل ايه بقى هنا في الدقيق؟ هشيل 3 معالق دقيق على جنب، وهنزل بالكيلو دقيق كله ما عدا طبعا ال3 معالق دقيق. ليه بقى؟ عشان لما اجي اعوض الكاكاو بدل الدقيق اللي انا خدته، فانا هحط بدل الدقيق كاكاو في نص الكميه. هقلبها طبعا هنا كويس جدا. طبعا هنا بقى خلاص الاسباتيولا خلاص مش نافعه، عايزين بقى نخش بايدينا كده، نسمي الله ونخش كده ايه بايدينا. هو ما بيحتاجش عجن خالص على فكره، وهتلاقيه هش وخفيف جدا جدا في ايديكي لحد ما بنوصل للقوام ده. هنا بقى طبعا قسمت الخليط يعني بالنظر كده لجزئين. جزء هحط عليه معلقه ونص كاكاو، والجزء التاني هحط عليه برضو معلقه ونص دقيق. كده يبقى احنا عوضنا النص التاني بالكاكاو بدل الدقيق. وهنحط بقى طبعا الجزء الابيض، وخليكي ابدأي دايما دايما بالجزء الابيض، هو اللي بيبقى في القمع، علشان ما يغلبكيش بعد كده لما تحطي الجزء اللي بالكاكاو، لان كده كده بيبقى القمع لسه نضيفه ابيض وحلو. وشايفين بقى اصلا هو سلس ازاي وهو بينزل من القمع، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بجد العجينه مظبوطه على الشعر يا جماعه، مش هيغلبك خالص. وشايفين ما شاء الله القوام بتاعه كويس جدا. اعملي بقى الاحجام اللي تناسبك، اللي انت عاوزاها بنفس الشكل ده. انت مش هيكمل معاكي يعني بالظبط تقطيع، مش هتكملي يعني 10 دقايق بالكتير قوي. بنفس السرعه دي لو انت عندك بقى صيغان كتير، مش يعني الكميه كلها مش هتاخد في ايدك 10 دقايق. وطبعا الفرن كنت مشغلاه على درجه حراره 180
وحاطه فيها السجان. اول ما بخلص الصاج اللي بخلصه بحطه على طول. ودايما تخلي ايدك خفيفه علشان العجينه ما تقعدش وتنشف. العجينه لو نشفت هتغلبك وهي نازله من القمع، مش هتبقى بالسلاسه دي. هنا بقى طبعا كنت خليت طبعا في جزء بيبقى موجود في القمع. فطبعا نزل بقى اول ما حطيت الجزء اللي بالشوكولاته. ودايما تحطي واحده في النص مع الكاكاو علشان تعرفي بيها السوا. انا كنت مخليه كذا واحده كده جنبي في طبق عشان باخد منها وانا بحط في السجون. شايفين بقى التسويه ما شاء الله اللهم بارك. حاجه كده ما شاء الله تحفه، ولا فرش ولا حصل له اي حاجه ولا الرسمه بتاعته راحت. يعني شايفين الرسمه بتاعته في منتهى الجمال. هنا بقى كده انا جبت البيتي فور اللي انا الكميه اللي انا عاملاها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وادي المكسرات عندي عين جمل مكسره كده، وعندي فستق، وادي سوداني برضو مجروش، وادي عين جمل مجروش. فدول اللي انا هزين بيهم. وفي بقى طبعا الشوكولاته. تمام. فانا هنا بقى ايه هلزق الاول بالمربى. هخلصه كله الاول بالمربى وبعد كده ارجع معاكم بقى للفينش. تمام. هنا بقى لزقته كله. هنجيب بقى نحط بس كده في الشوكولاته حاجه بسيطه، ونحط بقى في السوداني المجروش اهو، او في عين الجمل. شايفين الحلويات؟ هي دي الحلويات ولا بلاش؟ الحلويات والطعمات والسقريات. متغنيش تاني، لا 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 متغنيش تاني. لا عادي. ودي كده تتحط سادة. نحط فوقيها واحدة فستق. شايفين شكلها حلو ازاي؟ حاسه. هنكمل بقى كده ايه الاشكال كلها ونرجع لكم تاني. بصوا بقى هنا يا جماعة، شايفين ماما عملت انجاز. جوهرات يا جماعة. شايفين ما شاء الله ده مجوهرات كده بديل المجوهرات. يعني ما شاء الله البيتي فور الملكي ده تحفة. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ والله بجد يا جماعة حلو حلو. وده الباقي دي العشوائيات بقى. بس لسه طبعا ما ترصش. بس انا رصيت بس علبة وحطيت فيها ورق فويل عشان ما تشربش الزبدة اللي انا حطاها. بعد ما اخلص بقى هحط كيس فوق الطبقة اللي انا عاملاها ديت، وهروح رصة بقية اللي في الصينية عليها، وهحط برضو كيس، وبعد كده هغطيها بالغطا بتاعها وهشيلها في التلاجة عشان الشوكولاتة. حاجة كده اللهم بارك. أتقيم. شايفين السوا؟ أتقيم. شايفين؟ تحفة. ويعني بيدوب. بصوا طب ناعم جدا جدا اهي من غير ما اكسرها بايديا اهي بتدوب لوحديها. انا اجرب انا هي بتدوب ولا لا. هتجربي عشان تاكلي صح؟ لا انا عايزه اجرب عشان افرض الشكل غير الطعم. افرض ما هو مش بالمظاهر. لا انا مش عايزه من دي، انا عايزه بالشوكولاته. شايفين البت بتفصل؟ لا انا عايزه واحده يموت بالشوكولاته. تبقى واحده تكون اهي. لو عجبكم بقى الوصفه لايك وشير واشتراك في القناه يا جماعه والله. وكل سنه وانتم طيبين. ماله الشكل؟ بعد ما خلاص قلت انت المقدمه المفروض كنت قلتها. معلش اصلا مش هتقول لهم رمضان سعيد. رمضان سعيد. رمضان سعيد. لا مش المفروض تقولي رمضان سعيد يا جماعه. يا ماما. لا مش المفروض كنت تقولي رمضان كريم. المفروض كنت تقولي عيد سعيد عشان احنا خلاص داخلين عليه. طب ما انا بقول كل سنه وانتم طيبين، ما هو عشان العيد. بس بقى هي بتاعت رمضان سعيد. عندك ثقة في الكلام رهيب يا ياسمين، يعني نص الثقة بس اللي عندك في كلامك. يلا بقى لو عجبكم الوصفة لايك وشير واشتراك في القناة، ومع ألف سلامة.